من المظاهرة ضد معاملة بلدي مصر. ايه القرف ده يا جدعان؟ في ايه؟ كله وليد. احد الاصدقاء بيبعت لنا وبيقول لنا ما هي مادة الانتروفيك. مادة الانتروفيك ديت للأسف بتستخدم في بعض الحقن الطبية الخزعبلية. كان قديما لما بتخش في جسم الانسان كانت بتصيب الذكور في الفص الايمن من المخ، ولما المادة دي بتوصل للاعصاب للاسف بتبدأ تترسب وبتنزل على جدار المعدة، بتعمل له حالة هانتوكوريا بتنزل تحت بقى على الاعضاء التناسلية عند الذكر، وخاصة بتخش للأسف بتخلي شكلها بدل ما هي مدورة بتكون مربعة. ذكر وأنثى بروح وجسد واحد. حديثا بقى واللي اكتشفوه العلماء بعد الدراسة اللي اتعملت في جامعة أبو أحمد اللي هي في أمريكا جنوب فلوريدا، اكتشفوا إن الموضوع دوت بدأ يتطور وبدأ يتشكل ويتطور ويصل إلى الإناث. زمان كان بيصيب الذكور، دلوقتي بقى بيصيب الإناث، خاصة بقى في الجزء مش الأيسر، لا الجزء السفلي من المخ، من هنا كده من عند القفا. كله وليد. وللأسف بتسبب الإدمان. فللأسف بقى لما بيخش بقى في الأنثى بينزل تحت على الجدار المعدة عند القولون كده، بيزغزغ كده في الها. عشان كده تلاقي ايه يقول لك هي المرة دي لايدة. انت هايجة ليه؟ انت لايدة على الكرسي ليه؟ يا هايجة يا بنت لايدة دي معناها ان في خلايا من الانتروفيك بتزغزغ الانثى من منتصف الجسم يعني. كله وليد. ما بين الذكر وما بين الانثى للاسف حتى الان مفيش اي علاج للموضوع ده، الا ان العيال تسترجل شويه والنسوان تتنسون كويس، وكل واحد يخليه في بني جنسه، لان المرض بدأ ينتشر. بدأ يبقى في ناس مش عاجبها حالها، تلاقي واحدة بدقن وواحد مش عايز اقول بقى واحد بايه، مش عايز اقول عشان ما نغلطش اكتر من كده. فياريت رجاء كل واحد يخليه في حاجته، ما يبصش لحاجة غيره. كله وليد. شلش شعر رجلي ولا شعر كتفي ولا حاجة كده. لا ذكر ولا أنثى، أنا ذكر وأنثى بروح وجسد واحد. بس كده. كان معكم البروفيسور ريشا. السلام عليكم. البيولوجي مش ذكر وانثى بس، بيكون في كروموسوميات كتيره قوي، وبيكون في هرمونات كتيره قوي، وبيكون في اعضاء تناسليه كتيره قوي. ايه ده؟ كله وليد.